في الفترة اللي فاتت اكتشفت حاجة غيرت تفكيري 180 درجة وخلتني أبص للدنيا بمنظور تاني خالص، وابتديت أفكر بطريقة تانية تماما، وهي جملة بتتكون من 3 كلمات: كن في اللحظة. أنا كشخص تفكيري دايما في المستقبل هيبقى إيه، الدنيا رايحة لفين، إيه اللي هيجرى، الحياة هتمشي إزاي، المستقبل بيخبي إيه. بقعد أفكر في اللي جاي، ويا رب أحقق كذا وكذا وكذا، وأقعد أدعي وكده. هل هوصل في الآخر للي أنا عايزه ولا لأ؟ طب هل أنا تمام ولا لأ؟ وانا شخص قلق جدا جدا وبيتوتر من الحاجات اللي شبه دي، وعايش تقريبا في ضغط دائم وستريس طول الوقت. واعتقد يعني ان مش انا الفلوط الوحيد اللي كده، اعتقد ان انت كمان كده، ومعظم الناس اللي بتتفرج كده، والجيل بتاعنا ده كله كده، بسبب انه حرفيا الرؤية هباب على الكل. بس ده مش موضوعنا دلوقتي. المهم، فانا شخص بقلق وبتوتر من المستقبل، ودايما مسبب لي رعب كبير جدا، وخايف على طول، خايف طول الوقت، بصارع خوف من المستقبل، وخوف من الحاضر اللي انا عايشه، وخوف من كل حاجة تقريبا. يعني تقدر تقول المعنى الشامل للاوفر سينكينج طول الوقت. ده خلاني اخش في لوب متكاملة ومستمرة من الاوفر سينكينج، والتفكير في ليه وماذا لو، وهل لو عملت هيحصل ايه، طب لو، طب هما ايه، طب ايه اللي فاهم. الليلة دي بقيتش عارف اشتغل كويس، بعرفش اخرج واتبسط مع صحابي، دايما دماغي بتفكر في حاجة، ودايما مستنزف، ودايما تحس ان انا طاقتي مهدرة في التفكير في بكرة، او في الاسبوع الجاي، او في كمان شهر، او في بعد سنة، او بعد 5 سنين. عمرها ما تبقى مشغولة بدلوقتي. عذرا على صوت الكلاب، بس هم شكلهم بيتخانقوا يعني. بمعنى اصح، دايما بفكر في بكره بالمعنى الاشمل. وطبعا انا بحب فشخ المقوله العبقريه بتاعت tomorrow never comes، او بكره ما بيجيش تماما، لان انت بكره هتبقى النهارده، والنهارده كان بكره امبارح، فاهم. فالمقوله دي فلسفيه جدا يعني. فاللوب دي بتخليني مستنزف فكريا ونفسيا من كل الجوانب، مش عارف اعيش الحياه اللي المفروض اعيشها، لا مستني المستقبل يجي، والمستقبل ده المفروض ان انا فيه هكون سعيد لاني هحقق الحاجه الفلانيه، فمستني عشان ابقى مبسوط بقى، الانبساط، فاهم. لان انا اكيد لما اوصل للي انا عايزه، ولما احقق كل اهدافي واحلامي في الدنيا، هكون مبسوط. لحد ما اكتشفت حاجه مبهره جدا. من فتره كان نفسي اشتري ساعه، اللي هي الساعه اللي انا لابسها دي. فالساعه اللي انا كنت عايز اشتريها ديت، انا كنت قاعد بدور عليها على النت بقى، واشوف اسعار، واشوف حاجات، واشوف براندات، وكنت عايز اجيب حاجه ايه، ما تكونش غاليه قوي، وفي نفس الوقت ما تكونش اي كلام، لا حاجه تكون كويسه وتعيش شويه، فئه متوسطه يعني. فقلبت هنا بتاع، لقيت براند كويس، لقيت سعره كويس، طب يلا اشتريته. هو والمايك ده كانوا في نفس الشحنه. المهم، الكام يوم اللي كانوا قبل ما الحاجه دي تيجي، كنت قاعد مستنيها، كنت قاعد مستني الساعه والمايك، كنت قاعد مستنيهم الاتنين، ومستني اللحظه اللي همسك فيها المايك كده والبس فيها الساعه. ياه، انا ساعتها هكون انسان مبسوط جدا. المهم، جت الحاجه، جربت المايك لقيته شغال زي الفل، جربت الساعه لقيتها تمام شغاله زي الفل، حلوه. ساعه 2 3 عادي، رجعت زي ما انا قبل ما الحاجه دي، ما الانبهار كله راح، تحس انه عادي، فاهم، عادي جدا. اكتشفت بقى ان دي نظريه علميه، ونظريه موجوده في اي بني ادم، وهي اسمها هيدونيك ادابتيشن، او تكيف المتعه. بمعنى دي حاجه موجوده فينا من رحمه ربنا طبعا بينا يعني، ان احنا نفضل طول الوقت عادي. بمعنى ان انت دلوقتي اشتريت عربيه، السعاده بتاعتك عليت جدا جدا لمده يوم، بكتير يومين 3، تنزل تاني للمستوى الطبيعي، المستوى العادي. اشتريت بيت، نسبة السعادة بتاعتك عالية جدا، خدت سبايك كده كأنك كلت شوكولاتة، فاهم، لمدة يوم، يومين 3، بعد كده نزلت مستوى عادي، فاهم. اللي هو اللي من الآخر دماغك بتتكيف على المتعة اللي معاك، سواء بقى جبت جهاز، جبت مايك، جبت ساعة، جبت أيا يكن، هتفرح بيها شوية، بس بعد كده هتنزل تاني للمستوى الطبيعي. فده خلاني أفكر في إن أنا، طب ما أنا أقيس ده بقى على، طب ما أنا لما أحقق أحلامي وأحقق أهدافي، ما هفرح جدا، هكون مبسوط جدا، مستوى السعادة هيعلى جدا، بس هيرجع تاني زي ما كان، هيرجع تاني افريج، وهبقى الفترة اللي انا مستنيها ان انا افرح فيها، او ان انا اكون مبسوط فيها، وان هي الفترة دي لما تيجي هتكون النجاة والخروج من التعاسة والكلام ده كله، هتبقى 3 4 5 ايام بعدين هينسى. طب انا بعمل كده ليه بقى؟ ومن هنا قررت قرار، وهو ان ماذا لو قررت ان انا اكون في اللحظة اللي انا عايشها دي وبس. كده كده خربانه، وكده كده انا في الاخر مستوى السعاده واحد، فمش مستاهله بقى ان انا استنى لحد ما اوصل وبعد كده ابقى فرحان. لا، طب ما انا اكون في اللحظه اللي انا عايشها دي دلوقتي، وافرح بيها لو كانت بتفرح يعني، فاهم.
يعني ما اشغلش دماغي قوي بالمستقبل وباللي جاي وبالاحداث وبالقصه والروايه والحكايه، لا، اشغل بالي باللحظه اللي انا عايشها. انا دلوقتي بصور الفيديو ده، فهصور الفيديو ده بكل اللي عندي من طاقه وحركه، حتى لو احنا الساعه 12 واحده الا تلت بالليل عادي هصوره بطاقه برضو، لان انا خلاص بصور، فهكون في اللحظه دي. وبعد كده همنتجه، فهمنتجه بكل الحماس اللي عندي وبكل الشغف، لان انا برضو في اللحظه دي. وبكره خارج اكون مبسوط جدا في الفتره دي، لان انا خلاص دي فتره الخروج، مش هشغل بالي بقى بالشغل اللي عندي، بالحاجات اللي عندي، بالفيديوهات اللي لازم تتصور، بالريلات اللي لازم تنزل، مش هشغل بالي بده. لا، انا دلوقتي في اللحظه بتاعه الخروج فهخرج، دلوقتي في لحظه الشغل فهشتغل، دلوقتي في لحظه التصوير فهصور. ومثال برضو عشان تفهم قصدي وتفهم الفرق ما بين الحياتين. الحياه الاولانيه اللي انا كنت عايشها، تعالوا نفترض مثال ان انا عندي مناقشه كمان اسبوعين هعمل فيها برزنتيشن مع مشروع التخرج ومع التيم بتاعي، ماشي، هنعرض حاجه معينه، فانا هتكلم يعني في جزء من البرزنتيشن دي، تمام. ففي اسبوعين قبليها حياتي القديمه كان بيفكر بايه، ان انا عندي اسبوعين عندي مناقشه، متوتر وقلقان وفاهم، وبفكر في المناقشه، وبفكر هعمل ايه وهقول ايه، وانا اصلا ما بعرفش اتكلم قدام الناس، وانا ماشي. هقعد الاسبوعين متوتر كده، الحصيله هتبقى اسبوعين متوتر وبيفكر وقلقان وبيدور على حلول. بذاكر بس متوتر. زيادة الجديد او الشيفت اللي حصل في الدماغ شويه بقى، ان انا ما ضخمش الحاجه جوه دماغي، فاهم، ما فخمهاش جوه دماغي. مش عندي مناقشه كمان اسبوعين، لا، كمان اسبوعين هروح اناقش ايه، مشروع التخرج، يعني كلها ربع ساعه 10 دقايق اتكلم وهمشي، في الاخر جه دوري ربع ساعه خلاص. ايه اسوأ حاجه هتحصل؟ مفيش اي حاجه هتحصل، فاهم. في فرق ما بين اللغتين، ما بين الحتتين. في ظل الاسبوعين دولت انا هركز يوميا في ان انا اشتغل على البرزنتيشن، او ان انا اذاكر الحاجه اللي المفروض ان انا اناقش فيها، تمام. هي دي الحاجه الاساسيه بس. وهركز في الحاجه اللي انا بعيشها او اللحظه اللي انا عايشها. هركز في الشغل اللي انا بشتغله، هركز في البرزنتيشن اللي انا هعرضها، وهركز برضو في خلال الاسبوعين دولت عندي خروجه هنزل اخرج عادي جدا، واركز في الخروج، هعيش الخروجه بس مش هفكر في البرزنتيشن. دلوقتي قاعد باكل مثلا اكله انا كان بقالي شهر حارم نفسي منها، فدلوقتي هاكلها هتبسط وانا قاعد باكل، مش هفكر برضو في البرزنتيشن، لا، فاهم. هبتدي اقلل حجم المشكله جوه دماغي، بحيث ان انا يوم البرزنتيشن او قبل يوم البرزنتيشن بيوم، ماشي، اتوتر بقى. هو ده بقى اليوم اللي توتر فيه زي ما انت عايز. يبقى كده الحصيله هنا ان انا وفرت 13 يوم من التوتر والضغط والقلق، خليتهم في يوم واحد، اللي بس لمجرد ان انا كنت في اللحظه اللي المفروض اكون فيها، وهي ان انا اشتغلت على البرزنتيشن، وبجانبها ما شغلتش بالي وما فخمتش المشكله جوه دماغي. يعني من الاخر ان انا اخد اقصى استفاده ممكنه من الحاجه اللي انا بعملها، ايا يكن بقى هي ايه. مثال توضيحي كمان، انا دلوقتي هتفرج على كورس عشان انا عايز اشتغل 3D ارتست، ماشي. انا عايز اشتغل 3D ارتست في كورس بلندر، انا قررت ان انا اتفرج عليه واشتغل. زياد القديم هيقعد يشغل دماغه بايه، يا مجال ال 3D ده مجال متشبع جدا ومليان ناس فرصي فيه قليله ومش عارف ايه وبتاع ومش عارف ايه، بس هتعلم وبتاع واو هيك. زياد الجديد بقى والشفت اللي حصل هيفكر ازاي، تمام، انا عايز اخد كورس بلندر او 3D، تمام ماشي. انا هقسم الكورس ده والله على اسبوعين، ماشي، وكل يوم ساعتين 3D تعلم بس، خلاص هقعد اتعلم ساعتين 3D واركز ان انا اطلع اقصى استفادة من الكورس، من غير ما اشغل دماغي هشتغل ايه بعد كده او هعمل ايه بعد كده، لا، انا بس عايش اللحظة اللي انا عايشها حالا. النهارده اتعلمت الساعتين بتوعي، انا تمام. اكتر من كده مش بتاعي والله، ما تلاقيش، لا، انا ليا في النهارده، وبكره هيبقى ليا في النهارده برضه، اتعلم الساعتين بتوعي، اشوف انا ورايا ايه تاني اعمله. اكتر من كده او ابعد من كده ما تلاقيش. فالمبدأ بتاع ان انت تعيش اللحظه اللي انت عايشها، سواء بقى اللحظه دي كانت لحظه ترفيهيه خروجه، او لحظه في الشغل، او لحظه في الدراسه، او لحظه في المدرسه، او ايا يكن ايه اللحظه، بس ان انت تكون 100% مركز في اللحظه دي، ان انت تطلع منها اقصى استفاده. انا بشوف من وجهة نظري ان هي بتغير منظورك، بتخليك تبص كده، بدل ما انت شايف دي 7 لا دي بقت 8، فاهم، تخليك تبص للحاجة بطريقة تانية، فاهم. وبشوف انها واحدة من اهم المبادئ لأي شخص عنده اوفر ثينكينج او بيفكر كتير جدا قبل ما ينام. طيب عشان توصل ان انت تفكر بالطريقة دي او تشوف الشيفت ده، ماشي، اللي هو بالمناسبة مش انا الاوريجينال اللي عامله، لا، هو يعني كانت، مش فاكر، شفته في بودكاست برضو كان حد بيتكلم عنه، بس انا هقول لك يعني هقول لك انا عملت ايه، وانت جرب بقى، لو نفعت معاك نفعت، ما نفعتش خلاص عادي. من اكتر الحاجات اللي الناس بيتكلموا عن فوائدها، واللي انا دايما بنقطع يعني بحاول استمر فيها وانقطع، استمر وانقطع، هي فكرة الكتابة، او ان انت تكتب إيه، يعني إيه اللي بيحصل معاك يوميا، او كل يومين 3 تكتب شوية عن الاحداث اللي فاتت. يعني في نظريات كتيرة بتقول ان انت لو شفت الحاجة قدامك مكتوبة فبنسبة 60% المشكلة دي اتحل. فده اللي انا بدأت بيه، ان انا بدأت اكتب كل يوم الصبح اول ما اصحى من النوم،
اقعد كده 5 دقايق دقيقتين اللي يعني ما بسيبش القلم من ايدي، فاهم؟ اللي هو اللي بيبقى في دماغي بكتبه، حتى لو هبل، حتى لو انا النهارده نازل اشتري بلح وبعد كده اروح اشتري بن، مش لاقي حاجه اكتبها فاقعد اهرتل كده. لان انت برضو سمعتها في بودكاست او في حاجه ان انت حاول ما تشيلش القلم من على الورق وتطلع الافكار زي ما هي بنفس الطريقه اللي بتفكر بيها. فده عملته والحقيقه نفع معايا بطريقه كبيره جدا. انا كنت بكتب الحاجات دي في الاول عشان بعد كده اقراها، وكنت ماسك نفسي بالعافيه عشان اقراها، بس بعد كده مع مرور شهر 2 3 4 5 6 7 ما بقتش اقرا، ما بقتش عايز اقرا اصلا، بقيت حاسس ان انا مش محتاج اقرا، خلاص انا بكتب بس وخلاص. ممكن ابقى اقراها تاني بقى بعد كمان 10 سنين 15 سنه، مش قصتي، بس انا بخرج الحاجات اللي في دماغي عشان اشوفها كده، فاهم؟ عشان تبقى قدامي يعني. بس وبدات فعلا في الكتابه ونجحت معايا جدا. برضو في حاجة تانية جامدة جدا ممكن تجربها وتنفع معاك، مش عارف هي نفعت معايا بشكل غريب، هي ان عادة وانا قاعد مثلا بصور في فكرة جت دلوقتي في دماغي ان الفيديو ده وحش، وان انا انسان ما بعرفش اتكلم قدام الكاميرا، وان الحاجات اللي عندي دي كلها مش كافية ان القناة دي توصل لحاجة، وان الفهم فشل فشل فشل. بعمل ايه بقى؟ بقوم مأجل الافكار ديت، ماشي، اخلص تصوير ودلوقتي هنام الساعة 1 بالليل، خلص تصوير وهنام. قبل ما ننام بقى نقعد ال5 دقايق 10 دقايق يا عم اتكلم، اجلد نفسك زي ما انت عايز من الساعة 9 مثلا كل يوم، بعد 9 او لما تيجي تنام الساعة 10 مثلا، ده وقت الجلد، اجلد يا باشا. بس طول اليوم بقى وانت قاعد يعني، فاهم؟ وانت قاعد بتشتغل، وانت قاعد في الجامعة، وانت قاعد في اي حتة، ما تفكرش في اي حاجة من الافكار دي. اي فكرة تجيلك اجلها، طب هنساها اكتبها، اكتبها عشان ما تنساهاش وفكر فيها بالليل. فعادة انت طبعا مش تكتب فكرة جوه دماغك ان انا حاسس ان انا فاشل، مش هتكتبها، فهتيجي بالليل ممكن تفكر فيها، بس بنسبة كبيرة بالليل كل ما تأخرها وانت بتعمل حاجات كتيرة هتتسحل فهتنام، فاهم؟ او هتفكر في اللي هتعمله بكرة. فواحدة واحدة كده، يوم مع يوم مع يوم، هتحس ان انت خلاص انت تمام. فالفكرة دي برضو جابت معايا جامد جدا ان انا أأجل المشاكل والجلد والزهق والزعل بالليل، او لوقت معين كده اقعد ساعة مع نفسي، اجلد يا باشا زي ما انت عايز، وامرش فيا واغسل نفسي خالص. ما دون ذلك انا هكون في اللحظة اللي انا عايشها ديت وبس، مش هفكر لأبعد من كده، مش هفكر في المستقبل، مش هفكر في الماضي، مش هفكر في اي حاجة غير الساعة 1 بالليل دلوقتي وانا بصور الفيديو. 2 انا مش عارف انا هكون بعمل ايه بكرة. انا المفروض اعمل 1 2 3، المفروض اعمل 1 2 3. اول حاجة هعملها هكون ملتزم جدا بيها وهكون مركز فيها. تاني حاجة هعملها هنسى اول حاجة واركز في تاني حاجة. تالت حاجة هعملها هنسى تاني حاجة وأول حاجة وأركز في تالت حاجة. بس مش هعمل حاجة أكتر من كده. وبما إني شخص أوفر ثينكينج وشخص متشتت دايما وشخص قلوق، فأنا بقول لك الطريقة دي نجحت معايا أنا، عشان أنا فيا كل هذه الصفات اللي هي ممكن تكون فيك وممكن تكون لا. واللي انا بقوله ده مش تنظير على حد، هو ما الا بس ان انا عجبتني الكود بتاع ان انا اكون في اللحظه اللي انا عايشها دي، او عجبتني الفكره او النظريه بتاعت ان انا اكون في اللحظه اللي انا عايشها دي، وحبيت ان انا اشاركها معاك. يعني حابب تستخدمها في حاجه في حياتك هتبقى حاجه جامده، مش حابب برضو براحتك وعلى راسي يا صاحبي. واحد ومره على مره لقيت الافكار اللي بتيجي والحاجات دي قلت بنسبه كبيره جدا، ممكن تكون نسبة 60% مثلا، مش هقول لك 100%، لأن أنا برضو لسه نفس الشخص ونفس الحاجة، بس على الأقل قلت. وطبعا يعني ده أحسن من ما فيش، ده يعني ده كعلاج لوحده أحسن من إن هي ما تقلش خالص، فدي حاجة كويسة. مش هقول لك 100% يعني، لا 60% كويس. فمن الآخر يا صاحبي جرب تسيستم دماغك مرة على مرة، وتسيستم نفسك إن أنت تكون في اللحظة اللي أنت عايشها دلوقتي دي بس، لا تفكر في اللي بعديها ولا تفكر في اللي قبليها. دي نظرية أنا بشوف إن هي عظيمة جدا، وبشوف إن هي بتغير منظورك للدنيا وبتغير منظورك للحياة بشكل عام. وده مش معناه إنك ما تخططش للمستقبل وما تخطط، لأ، ده مش كده، أنا مش كده، مش بقول كده، أنا قصدي على حسب القصة وعلى حسب الحدوتة يا صاحبي، وأنت اللي بتقيم الدنيا. بس أعتقد كده أكون قلت كل اللي أنا عايزه في هذا الفيديو المتواضع البسيط. أشوفك في الفيديو الجاي ده لو أنت حابب إن أنت تكمل وتشترك وتكمل معايا الرحلة على اليوتيوب والإنترنت. والحمد لله إن ربنا خلاني قادر أصور هذا الفيديو، وأحب أشكر نفسي على السكريبت وعلى المونتاج وعلى التصوير وعلى الإضاءة وعلى الجرافيكس وعلى كل حاجة. أنا زياد، سلام.